سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. جيتكم اليوم بوصفه جديده، وصفه بزاف هايله. وصفه معروفه بزاف عندنا حنا الشاويه ونموت عليها، اللي هي العيش بالخليع ولا المحمصه بالقديد، ولا كل واحد كيفاه يسميها، العيش ولا المحمصه. حنا تقريبا نقولوا العيش بالخليع ولا القديد، اللي هو بزاف بزاف بنين ونشتيو بزاف حنا الشاويه. ما عباليش المناطق كامل اللي يخدموا هكا الخليع، ولكن احنا معروف عندنا في المنطقة تاعنا الخليع نشتيوه ونموت عليه، سيرتو في الشتاء في البرد. يعني هذا ما نشتيو طبق جد جد رائع وبزاف بنين. نتمنى تعجبكم الوصفة تاع اليوم. ديروا لايك لا فيديو، ونتمنى تعجبكم الوصفة تاع اليوم، وتبعوا معايا الفيديو الاخير باش تشوفوا كيفاه نطيبوه. دونك هذا هو الخليع تاعي، هذا هو اللحم تاعي بعد ما كنا جففناه يبس خلاص. هنايا نحطو قصيتو هنا دي بتي مورسو. واش ندير له هنايا؟ نحط عليه الماء سخون. على بالكم بلي الخليع ولا القديد يكون مالح بزاف، ملحوه بزاف بزاف. هنا نحط عليه الماء يكون يغلي. كاينين اللي يغليو القديد بعد باش يتنحى هذاك الملح، ولكن أنا ما نفضلش نغليه. يعني نحط عليه برك هنايا الماء سخون، ومن بعد نصفيه من الماء هذاك سخون. يعني الملح هذا كامل يهبط في هذاك الماء سخون. نصفيه ونلوحو في القدره تاعي. دونك في الكوكوط واش درت هذاك الخليع بعد ما كنت صفيته وتنحلو كامل هذاك الملح. ندير شويه زيت، ونحط الخليع، ونزيد نحط بصله وطوماطيش والثوم اللي نكون رحيتهم في الروبو. نزيد نحط معاهم كيما راكم تشوفوا راس الحانوت والكزبر وشويه هريسه وهذيك الكليله والفول. حنا هادو هما اللي نستعملوهم سواء في العيش هكا بالخليع ولا في البربوشه تاع الخضره. انا كنت هرستهم، يعني كاين اللي يخليهم هكاك مرصوات هكا كبار، ولكن الكليله تاعي نشتيها كنهرسها باش ما تبانليش مليح في العيش. مع هذيك الكزبر وراس الحانوت والهريسه، شويه هريسه. العيش كيما على بالكم يشتي يكون شويه سخون. هنا نخليهم يتقلاو، نشعل النار تاعي ونخليهم يتقلاو مليح مليح. شوفوا هنايا بعد ما تقلى لي العيش تاعي، القديد تاعي او تقلى مليح مليح، خليته على نار متوسطه ونخليه يتقلى مليح مليح. السر تاعو ثاني في التقليه مليح، اي مرق يعني يبغي يتقلى على مهلو، البصله هذيك تقلى مليح باش تخرج لي المرقه تاعي بنينه. هنايا مرقته بالماء سخون. هنايا باش ما يتوقفليش الطياب تاع الخليع تاعي، نفضل يعني نمرقو بالماء سخون ونخليه يطيب. نقفل عليه لاكوكوط. يعني الخليع ولا القديد صعيب الطياب تاعو، لازم تقفلي عليه لاكوكوط باش يطيب لك مليح. بعد ما يطيب لي، بعد ما نشوف بلي المرقه تاعي طابت، نحط فيها الخضره واش عندي. حطيت زروديه والبطاطا والخردل، شويه جريوات وشويه كابويه. الخضره تحطي كيما تحبي نتيا. انا هذه الخضره اللي كاينه متوفره عندي، حطيت هذه الخضره. هنا راني نشوف الخليع تاعي راهو طاب تقريبا طاب. هنا نزيد فيه شويه ملح. اني ذقته لقيته شويه مسوس، زدت شويه ملح ماشي بزاف. يعني نفضل هكا ملوحش الملح مع الاول، باش ما يتملحليش كيما على بالكم الخليع مالح بزاف. بعد ما يطيب، بعد ما تطيب المرقه خلاص، هذيك الساعه نذوق. اذا كان جاتني مسوسه هاني نزيد شويه ملح، واذا كان جاتني سوا ما نزيدش. لحت الملح، لحت الطوماطيش تاعي، ونلوح الخضره، ونعاود نقفل لاكوكوط حتى نطيب لي الخضره تاعي ويكمل يطيب الخليع تاعي مليح. هكاك تكون المرقه تاعي واجده. دونك هنايا هاني حطيت الخضره. هنايا بعد ما حليت ونحيه، هنا بعد ما حليت عليها لاكوكوط، لقيت الخليع تاعي طاب، نحيته هو والفلفل. وهنا اللوح المحمصه تاعي ولا العيش، يعني نقدروا نستعملوا هذيك تاع اليد، العيش تاع اليد اللي نفتلوه باليد، ولا نستعمل هذا تاع الباكي. هنا انا حطيت المحمصه ولا العيش تاع الباكي، حطيت باكي كامل. ونقدر ثاني نفورو، هنا ما فورتوش. كاين ثاني وين نفورو ومن بعد نحطو في المرقه. يعني المرقه تاعي ثاني لازم تكون شويه قليله، ولكن هنا بما اني ما فورتوش المرقه تاعي تكون شويه بزاف، ونخليه يطيب. انا ونعسو، لازم نعسو باش ما يلصقليش في الكوكوط تاعي. انا بعد ما طيب لي مليح الخضره تاعي، الخضره اكيد تكون طابت. بعد ما يطيب العيش راني نعس فيه، نحرك فيه ونعس فيه بعد ما يطيب وتختار لي المرقه مليح. هنا نضيف فيه الحليب. كيما قلت لكم هذا هو العيش تاعنا حنا الشاويه. كاين اللي ما يضيفوش الحليب، ولكن حنا نفضل نضيفوا الحليب في الاخير. هنا بعد ما يكون العيش تاعي طاب نطفي عليه النار. لازم ساعه نطفي النار ومن بعد نضيف الحليب. ما لازمش نضيف الحليب والنار مازالت تمشي. هنايا نضيف الحليب وهكا يكون العيش تاعي واجد
بزاف بنين بزاف هايل، حنا نموتوا عليه. ديجا هكا راني ندير في المونتاج وراني نتفرج فيه وراني سخفي عليه، بزاف بنين بزاف هايل. نتمنى تجربوه بطريقتي ويعجبكم لا فيديو تاع اليوم. نقولكم الى اللقاء حباباتي في فيديو اخر في وصفات اخرى. ما تنسوش لايك لا فيديو، اللي ماهيش مشتركه في القناه نقولها اشتركي في القناه وفعل الجرس باش يوصلوا كامل لي فيديو وكامل جديد تاعنا. الى اللقاء حباباتي في فيديو اخر في وصفات اخرى.